اكتشاف سر جديد في عذاب القبر وسماع أصوات مخيفة أقسم بالله سوف يقشعر بدنك. يقال أنها أصوات لأهل النار والعياذ بالله. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله. الآن سوف أعرض لك الفيديو، ولكن قبل أن أعرض الفيديو أريد أن أذكر حديث مهم لرسول الله يتكلم عن هذا الموضوع. يقول بعض الصحابة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا، وكأن على رؤوسنا الطير، أي من شدة الهدوء والسكينة. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه وقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثة، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر. طبعا في هذه اللحظات الميت يكون في سكرات الموت، والملائكة بهذه الأوصاف تكون حوله، هو يراهم ويرونه. ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. فتخرج كما تسيل القطرة في السقاء، أي كما تخرج قطرة الماء من الزجاجة، هكذا تخرج هذه الروح بكل سهولة ويسر. ثم تخرج هذه الروح فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. أي الملائكة التي تكون حول الميت عندما تخرج روح الميت لا يتركوها في يد ملك الموت، يأخذوها ويلفوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط الذي نزل مخصوص من الجنة، التي يخرج منها ريحة كأطيب ريحة وجدت على الأرض، فيصعدون بها إلى السماء، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالت هذه الملائكة: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: إنها روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. يحدث احتفال لهذه الروح حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: رسول الله. فيقولان له: ما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته. فينادي منادي من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا. الآن رسول الله سوف يتكلم عن العبد الفاجر. أما العبد الكافر فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا على الآخرة جاءته ملائكة سود الوجوه سود الثياب، معهم سفود من سفود جهنم، فيجلسون منه مد البصر. ثم يأتي ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتفرق في جسده، أي تنتشر، فينزعها كما ينزع السفود من الصوف، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله سبحانه وتعالى: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ثم تطرح روحه طرحا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة. والآن دعونا نشاهد الفيديو. طبعا هؤلاء عيلة ذهبوا لزيارة جدتهم في المقبرة وأخذوا معهم طائر الببغاء، ونعلم أن طائر الببغاء يقلد الأصوات التي يسمعها. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل المخلوقات تسمع عذاب القبر إلا الجن والإنس. خلينا نشوف ما الذي سيحدث لهذا الطائر عندما يدخل إلى المقبرة وما الذي سيسمعه. I'm scoping out the scene. Oh, you saw the way he looked up and down? Yeah. Look, his eyes are... Exactly. Oh. Her behavior just changed. Now she's not. Now she ain't so funny anymore. She's looking all around. Looking down. Yeah, she is looking down. Screams. She's looking down. Allah. Oh my God. سبحان الله العظيم. فعلا يبدو أن الطائر كان يسمع أشياء مخيفة، وكما رأيتم كان يصرخ وينظر إلى الأسفل، وهو المكان الذي كان يخرج منه الصوت والعياذ بالله. والآن سوف أجعلك تسمع الأصوات التي خرجت من باطن الأرض تحت عمق 12,000 كيلومتر، ويقال أنها أصوات أهل النار والعياذ بالله. طبعا هذه الحادثة حصلت في روسيا في سيبيريا، ومعروفة لمن أراد أن يتأكد بنفسه. خلينا نسمع الأصوات مع بعض. فعلا أصوات مخيفة يقشعر لها البدن. والسؤال هنا: هل هذه فعلا هي أصوات أهل النار والعياذ بالله؟ لأن الصوت البارز فيها هو صوت للنساء، وكما ذكر في الحديث أن أكثر أهل النار هم من النساء، وكذلك ذكر في الأحاديث أن أرواح الكافرين تأوي إلى الأرض السفلى. في النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من عذاب القبر، نحن وإياكم إن شاء الله.